ازيكم عاملين ايه؟ انا شامة. تعالوا نعمل فراخ بطريقة حلوة جدا وسهلة جدا، خصوصا للعرايس اللي لسه كده مبتدئين في المطبخ. هتعمليها بطريقة سهلة، وكمان الفراخ هتستوي معاكي وتبقى دايبة دوب كده. وصدر الفرخة اللي كتير من الناس مش بيحبوه بسبب ان هو بيبقى بيشد كده وناشف، هيبقى بصوا يعني اطرى من الورك كمان. آه، بصوا السوا بتاعه حلو قوي قوي قوي. اتبعوا معايا بس الطريقة والوصفة واحدة واحدة كده. واول حاجه بقى هطلبها منكم لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بعمله. معانا هنا بقى 3 بصلات كبار كده مقلبزين، هنفرمهم فرم ناعم كده في الكبه او بالمبشره زي ما انت حابه. تمام. او تاني حاجه بقى نص معلقه كبيره من الملح، نص معلقه كبيره من الفلفل الاسود، معلقه من بهارات الفراخ، وكمان ورق لوري وحبهان، نص معلقة كبيرة مليانة كده من الكاري، ونص معلقة كبيرة برضو من الكركم. همسك بقى الحاجات اللي انا حطيتها على بعضها دي، هدعكهم دعكة تمام كده كويس جدا جدا. ممكن بايديكي، ممكن بالمعلقة زي ما انا بعمل كده، اللي بتحبيه او الطريقة اللي تريحك اشتغلي بيها. هقلبهم تقليبة كده كويسة. وبعد كده طبعا انا غاسلة الفراخ ونقعاها في ليمون وملح، بلاش خل في الفراخ، يعني نقعيها في ليمون وملح وشويه ميه كده وهتبقى معاكي زي الفل. طبعا بعد ما تغسليها كويس جدا. قلبت التتبيله في قلب البصل كده كويس جدا. هاخدهم بقى كده على جنب في الصينيه، علشان طبعا هجيب الفراخ قطعه قطعه كده، وابتدي ان انا شايفين الفراخ نضيفه وزي الفل ازاي. هجيب بقى كده القطع الفراخ، وابتدي بقى ان انا ادعكها جامد واحط كده تحت الجلد من الخلطة اللي انا عملتها دي. هعمل كله بقى بالطريقة دي كده، هعملهم كلهم بالطريقة دي. شوية البصل اللي انتوا شايفينهم والتوابل دول يعملوا لنا احلى صوص ممكن تاكليه. تعملي ايه بقى مع الاكلة دي بقى مع الفراخ دي؟ ممكن تعملي شوية رز اصفر كده، شوية كبسة، او اي اكل تاني هينفع معاه، او شوية مكرونة، اي حاجة. شوفوا انا خلصت كل الكمية بالشكل ده كده، وحطيت عليهم بقى كل البصل كده وزعته عليهم من فوق. هبتدي بقى ان انا اغطيهم بورقة فويل او ورق الالومنيوم ده، واغلفها كويس جدا، واحطها في الفرن من تحت. هولع الفرن على اعلى درجة. طبعا زي ما انتوا شايفين ما حطيتش ولا سمنة ولا زيت ولا مية ولا اي حاجة، هي بتستوي منها في نفسها كده. حطيت الصينية في الفرن من تحت خالص وولعته على اعلى درجة. بعد ما استوت بالشكل ده كده، انا غرست فيها السكينة لقيتها دايبة دوب. رحت بقى مطلعاها حطاها في الرف اللي فوق، وولعت الشوايه من فوق عشان تاخد وش وتبقى بالشكل القمر ده. يا رب بقى تكون الطريقه عجبتكم والوصفه تمام التمام كده. ما تنسونيش بقى في اللايك بقى والاشتراك للقناه، وتفعلوا الجرس، عشان طبعا ما تفعلوا الجرس ده هو ده اللي بيجيب لكم الاشعارات لما انزل فيديو جديد. الصوص ده بقى حلو قوي لما تحطوه على الرز كده، طعمه يجنن.